النهارده هنتكلم عن الكلاسيفيكيشن اوف سيجنالز. هنبدأ بأول تصنيف عندنا، وهو ان السيجنال بتاعتنا دي هي continuous time signal ولا discrete time signal. طيب، في الحقيقة احنا محتاجين ان احنا في الحلقة دي ان شاء الله احنا محتاجين هنعمل حاجتين، هنجاوب على سؤالين. السؤال الاولاني، ازاي انا اقارن ما بين السيجنال اذا كانت هي continuous time signal ولا discrete time signal، اميز ما بينهم ازاي وافرق ما بينهم ازاي. ده اول سؤال. السؤال التاني، انا ليه اصلا كانجينير محتاج ان انا افرق ما بين السيجنال بتاعتي دي هي continuous ولا discrete. تمام. اولا الكونتينوس تايم سيجنال هي سيجنال اشاره معرفه عند كل لحظه زمنيه. في الحقيقه ان سواء كان كونتينوس تايم ولا discrete تايم، الاتنين في التايم دومين. تمام. يعني ولكن في التايم دومين الاتنين ولكن بصور مختلفه، دي بصوره كونتينوس ودي بصوره discrete. تمام. فكلمه كونتينوس معناها انها عند كل لحظه زمنيه حاجه مثلا بالشكل ده كده. مثلا لو انا عندي ده التايم بتاعي، خط التايم بتاعي، ودي السيجنال بتاعتي اكس اوف تي، هلاقي مثلا حاجه بالشكل ده كده. مثلا هلاقي ان عند كل لحظه زمنيه في قيمه للسيجنال. تمام. عند كل لحظه زمنيه في قيمه لايه؟ في قيمه للسيجنال، سواء طبعا في الموجب او السالب مش فارقه كتير. تمام. المهم ان خلال الانترفال بتاعه السيجنال بتاعتي، في خلال الفتره اللي فيها السيجنال، بيكون عند كل لحظه زمنيه في قيمه للسيجنال. تمام. انما على عكس الديسكريت، لا، الديسكريت بيكون هو معرف عند فترات زمنيه محدده. الفترات دي بنعتبرها ان، يعني مثلا معرف عند الفترة واحد ان هو مثلا عند صفر مثلا بصفر، عند واحد بقيمة مثلا بالشكل ده، عند اتنين بقيمة مثلا بالشكل ده، عند تلاتة بقيمة بالشكل ده، عند أربعة بصفر، عند خمسة بالشكل ده، عند ستة بالشكل ده، وهكذا. المهم ان هو مثلا عند واحد ونص، لا ده هو مش معرف عند واحد ونص. عند اتنين ونص، لا مش معرف عند اتنين ونص. عند تلاتة ونص مش معرف. ليه؟ لان هو زي ما بقولك كده، هو واخد سامبل، عينات، عند كل لحظة زمنية معينة هو بياخد قيمة للسيجنال، ويشوف السيجنال دي قيمتها بكام وخلاص. فده الايه؟ discrete time. discrete time بيعرف بالشكل ده كده x of n square bracket، وبيحط ال n دي بتبقى integer، بتاع ده ارقام صحيحة. تمام كده، integer number. طيب يعني مثلا ممكن ياخد زيرو او موجب او سالب واحد، موجب او سالب اتنين، وهكذا. طول ما انت ماشي ارقام صحيحة يعني في الاخر. تمام. ما ياخدش مثلا متقوليش اكس في واحد ونص، لا، اكس في واحد، اكس في سالب واحد، اكس في اتنين، اكس في سالب اتنين، وهكذا. انما الاكس في تي، تمام، بتبقى بالشكل ده. وممكن تي دي تبقى اي قيمة، ممكن اكس في واحد ونص، اكس في اتنين ونص، اي حاجة بالشكل ده. تمام. ده الفاصل ما بين اذا كانت السيجنال بتاعتي هي continuous time ولا discrete time. تمام. طب انا ليه بقى كانجينير محتاج ان انا اميز ما بين آه السيجنال بتاعتي دي هي continuous ولا discrete؟ ليه؟ في الحقيقة ان السيستم بتاعك اللي انت شغال عليه آه محتاج ان انت وانت بتعمل عملية بروسيسنج للسيجنال دي او السيجنال دي، تبقى فاهم السيجنال دي هي continuous ولا discrete. ليه ابقى فاهم؟ ان البروسيسنج على سيجنال بالشكل ده، بدل ما هتعمل انتجريشن، انت هتعمل هنا انتجريشن. انما في الحاله لو هي السيجنال ديسكريت تايم، لا، انت هتعمل سميشن، صح؟ ده لو انت مثلا في البروسيسنج بتاعك محتاج ان انت تعمل عمليه انتجريشن، فبدل ما كنت هتعملها انتجريشن هنا انت هتعمل لها سميشن. يعني مثلا محتاج ان انت تعمل differential equation، لا، انت هنا هتعمل difference equation. تمام. تمام. وبالتالي الاختلاف في عملية مين؟ في الاناليسيس، تحليل، في البروسيسنج. سواء كان انتجريشن هتعمل انتجريشن، لا انت مكانه هنا هتعمل سميشن. تمام. انت هنا ديفرنشيشن هتعمل ديفرنشال، هنا هتعمل ديفرنس ايكويشن. او بالتالي الاختلاف في عملية البروسيسنج هيختلف. لو السيجنال بتاعتي دي هي discrete والسيجنال بتاعتي دي هي continuous، لا، اللي هنا ايه؟ البروسيسنج هيختلف سواء كان هنا ولا هنا. تمام. فده محتاج ما يخليني اقول والله ان انا افهم السيجنال دي هي continuous ولا discrete. طيب، في الحقيقة ان معظم الشغل بتاعنا بره في ارض الواقع بيكون ان انا عندي سيجنال، والسيجنال دي بخزنها على داخل ميموري او داخل كمبيوتر عامة. تمام.
السيجنال بتاعتنا في ارض الواقع، سواء كان صوت، سواء كان درجة حرارة، سواء كان نبضات قلب، في الارض الواقع في الظواهر الطبيعية بتاعتنا كل السيجنال دي بتبقى continuous time. طب انا عايز اخد السيجنال دي وادخلها جوه الكمبيوتر، بحيث ان انا اعمل عملية البروسيسنج بتاعتي اللي انا عايزها، اخزنها داخل ميموري، اعمل اي حاجة داخل الكمبيوتر. تمام. وبالتالي محتاج ان انا احول السيجنال بتاعتي دي من كونها continuous time الى discrete time. ليه؟ لان الكمبيوتر بتاعنا مش هتعرف تعمل اي حاجه غير ان انت تشتغل discrete time، مش هتعرف تشتغل continuous time. ليه؟ يعني انت مش هتعرف تخزن من الاخر، يعني مش هتعرف تخزن infinite number infinite value من السيجنال. يعني مش هتقول والله عند 1.5، عند 1.5 ومش عارف و5 ثانيه هتروح تخزن قيم. دي كلها قيم انت المفروض تخزنها. لا، ده بدل من الكلام ده كله، طب ايه رايك لو انا خدت عند اللحظه الزمنيه دي قيمه، خدت عند اللحظه الزمنيه دي قيمه، وخدت عند اللحظه الزمنيه دي قيمه، واللحظه الزمنيه دي قيمه، مجموعه قيم، وخزنتهم داخل ميموري، وخلاص انا عرفت ايه، عرفت محتوى السيجنال بتاعتي دي كده. تمام. جميل قوي. اذا في الاخر ان محتاج طريقه تقول لي احول من الكونتينوس تايم سيجنال الى ديسكريت تايم سيجنال. طب هل هم عملوا لنا طريقه؟ هم في الحقيقه عملوا لنا طريقه، وسموا الطريقه دي سموها سامبلنج، عمليه الايه، سامبلنج بروسيسنج، سامبلنج، عمليه السامبلنج. حلو الكلام ده. كل الحكايه في عمليه السامبلنج كده ان انا باخد عينات عند حاجة اسمها سامبل تايم. عند السامبلنج تايم، من كل سامبلنج تايم باخد ايه، باخد قيمة. يعني كل لحظة زمنية محددة حضرتك بتحددها، باخد قيمة للسيجنال دي وبخزنها. تمام. طيب ببساطة عملية السامبلنج دي احنا هنشرحها بالتفصيل، وازاي بتتعمل وبيعملوها ازاي كهاردوير، بس في الفترات القادمة ان شاء الله، بس في اخر الكورس ان شاء الله يعني. انما دلوقتي احنا عايزين بس ناخد فكرة عامة عنها، وازاي يعني ايه، حاجة بسيطة خالص كده، نوضح بس الفكرة ازاي ان انا عندي سيجنال continuous تايم عايز احولها لديسكريت تايم، والاتنين هما في الاخر هما في التايم دومين. في الاخر هما في التايم دومين، مش ما روحتش لدومين تاني خالص، لا هما هي صورة بس، دي هي صورة من دي ولكن بشكل مختلف، تعبير عنها بشكل مختلف. تمام. طيب عايزين نشوف عملية السامبلنج دي، عملية السامبلنج دي بتتم ازاي، وبس ببساطة يعني. تمام. لو انا عندي مثلا سيجنال دي نقول والله ان هي اكس اوف تي، السيجنال دي نقول ان هي ساين باي تي مثلا. حاجة بالشكل ده هتكون مرسومة بالشكل ده مثلا. يعني الرسم مش هيبقى احسن حاجة، ولكن ايه يعني تعذرونا يعني، على قد ما نقدر هنحاول نخليها ايه مظبوطة. حلوة أوي. في الحقيقة ان السيجنال دي هي سيجنال اكس اوف تي. اوكي. السيجنال دي هي سيجنال ايه، هي سيجنال continuous time signal. تمام. وانا عايز احول السيجنال دي من كونها continuous time signal الى ان هي تكون discrete time signal، عشان اعمل مثلا بروسيسنج ابسط. مثلا عايز اخزن السيجنال دي، عايز اعمل اي حاجه عليها، او عايزها في سيستم، السيستم ده ما بيشتغلش ان يكون السيجنال دي هي discrete time، مش continuous time. فاي سبب من الاسباب انا محتاج ان انا احول السيجنال دي ل discrete time signal. طب انت انجينير كمهندس، محتاج تقول لي والله عشان اقدر احول دي او اقدر اعمل لها سامبلنج، تقول لي والله السامبلنج تايم بتاعك كام، اللي هو الفتره الزمنيه اللي انا هاخد يعني مثلا هاخد كل قد ايه، كل تايم قد ايه هاخد قيمه للسيجنال. هنقول مثلا لو يكون ربع ايه، ربع ثانيه. تمام. التايم بتاعنا هو ربع ثانيه. تمام قوي. فبعمل ايه، كل الحكايه كلها انه باخد الاكس اوف تي دي بقى هتبقى اكس اوف ان، والسكوير براكت بتاعنا ده، والان بفترض ان هي قيمتها صفر، موجب او سالب واحد، موجب او سالب اتنين، موجب او سالب تلاتة، وهكذا. تمام كده. طيب فقيمة ال n احنا قلنا ان هي ممكن تبقى صفر، موجب او سالب واحد، موجب او سالب اتنين، موجب او سالب تلاتة، وهكذا. تمام. طب الاكس اوف n دي هتساوي ايه؟ الحقيقة ان والله احنا بنكتب كده معادلة، نقول والله انه التي دي، التي اللي هي دي كده، تمام، التي دي هنشيلها ونحط مكانها التي اللي هي السامبلنج تايم. ولكن السامبلنج تايم ده اللي انا مثلا هاخد ربع سكند عند الزمن ربع ثانية، المرة اللي بعدها هاخد هتبقى نص ثانية، المرة اللي بعدها هاخد تبقى ايه
3/4 ثانية وهكذا. طيب ال 75% دول انا عايز رقم يتضرب فيها بحيث ان هو ايه يعمل لي الحركة دي، يخليني نص، يخلي لي 75، يخلي لي 1 وهكذا. فهناخد ايه؟ هناخد الكي. تمام كده. يبقى التي بتاعنا هيبقى عبارة عن كي مثلا في تي. الكي ده نقول والله ان هو ايه؟ نفس الكلام بقى، صفر او موجب او سالب 1، موجب او سالب 2. تمام اهو كذا. تمام كده. طيب حلو اوي. وبالتالي اول لما اجي اقول والله ان انا عايز اخد اول سامبل، اللي هي السامبل هتبقى السامبل رقم صفر. تمام كده. اول سامبل، السامبل اللي هي رقم صفر، هتبقى عبارة عن ايه؟ هتبقى عبارة عن قيمة الساين، تمام، في باي. التي بتاعنا هنشيله نحط مكان نشيله نحط مكانه الكي في التايم اللي هو السامبلنج تايم. طيب ساعتها بقى الكي ده هيكون بكام؟ قيمته صفر، صح؟ دي اول ايه؟ اول سامبل هاخدها. وبالتالي لما يكون قيمته بصفر يعني انت بتتكلم في ساين صفر في الاخر، يعني القيمة في الاخر ايه؟ القيمة في الاخر صفر. طيب السامبل التانية اكس اوف 1، السامبل التانية نفس الكلام، هيبقى ساين باي في قيمة الكي اللي هي السامبل رقم 1، تمام، في التي دي اللي هي كام؟ تي دي اللي هي ربع سكند. تمام، يعني ربع باي انت بتتكلم في كام؟ في 1/2. تمام كده. اكس اوف 2 اللي هي السامبل التانية بقى، التالتة اقصد، هيبقى ساين ايه؟ ساين باي في الكي اللي هي ب2، اللي هي رقم السامبل، في اللي هو ايه؟ الانترفال تايم اللي هو ربع، هيطلع في الاخر ساين نص باي. ساين نص باي اللي هو كام؟ ساين 90، يعني اللي هو ب1 يعني. تمام كده. طيب اكس اوف 3 اللي هي السامبل رقم 4، يبقى ساين باي في عدد رقم السامبل اللي هي 3 في ايه؟ 25 اللي هو كام؟ 75 ساين ايه؟ ساين 75 باي اللي هو كام في الاخر؟ اللي هو 1/2 برضه. تمام كده. طيب السامبل اللي هي السامبل رقم 5 ساين باي في 4 في ربع، تمام، هيطلع اللي هو كام بقى؟ ساين باي، يعني ساين باي ده اللي هو بصفر. تمام كده. وهكذا تفضل تحسب الحسبة بتاعتك كده، وفي الآخر هتلاقي ايه؟ لما اجي ارسم هيبقى هنا ان وهنا اكس اوف الان. تمام كده. طيب عند السامبل رقم صفر طلعت القيمة بصفر، اكس اوف ان طلعت بصفر. طيب عند ال n بواحد، عند ال n بواحد، تمام، طلع القيمة بكام؟ 1/2. خليها هنا مثلا 1/2 ايه؟ 2 هنا. تمام. تمام. عند السامبل رقم 2، هنا السامبل صفر، السامبل 1، السامبل رقم 2، هلاقي القيمة طلعت معانا كام؟ طلعت معانا 1 مثلا بالشكل ده كده. السامبل رقم 3 هلاقي القيمة طلعت معانا 1/2. السامبل رقم 4 طلعت معانا بصفر. تمام كده. وهكذا، سواء انت بعد كده تلاقي مثلا عاملة كده بالشكل ده كده، وهكذا وهكذا من هنا برضو. تمام كده. وهتفضل تكمل بالشكل ده كده. طب انا كده عملت ايه؟ عملت عملية sampling، حولتها من كونها continuous time signal ان هي تكون discrete time signal بالارقام، بالارقام، وكمان بالطريقة ايه؟ طريقة السامبلنج. ولكن احنا ما شرحناش السامبلنج برضو ازاي بيتعمل السامبلنج از هاردوير، الفكرة بتاعتها، النظريات بتاعتها. لا احنا بس ادينا فكرة بسيطة خالص، لان ده محتوى تاني هيتشرح في وقت تاني متقدم يعني. تمام كده. بس خليك عارف انه ان عشان احول من السيجنال تكون continuous time ل discrete time، ان انا بحتاج ايه؟ عملية السامبلنج. عملتها ازاي؟ بفكرة مبسطة بالشكل اللي بقولك عليه ده. انت بتحدد لي باخد سامبل كل كام ثانية، ومن خلال الرقم ده بقدر احول السيجنال بتاعتي من continuous عند كل لحظة زمنية باخد القيمة وخلاص، واحط القيمة اللي باخدها هنا كده. بس كده، ده الفكرة ببساطة خالص. تمام كده. طيب ده كده اول كلاسيفيكيشن. ان شاء الله تابعنا عشان نكمل مع بعض باقي الكورس في الحلقات القادمة بإذن الله.